خلال اليوم الإعلامي الذي نظمته قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي حول جهود الجيش الجزائري في حماية الحدود وتأمين المنشآت الطاقوية، أكد العقيد مصطفى مراح أن الجزائر ستواصل تطوير القوات المسلحة بما تتطلبه من رفع في مستوى القدرات القتالية بشتى أنواعها، والمحافظة على جاهزية العتاد العسكري وتحديثه من أجل تأمين البلاد، مبرزا بأن المغرب أصبح يشكل تهديدا مباشرا من خلال القوة التي تعطيها شبكات الاتجار بالمخدرات للجماعات المسلحة التي تبقى الجزائر لها بالمرصاد. وختم المتحدث بأن الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من المغرب قائلا: الأمم المتحدة حذرت في أوت 2020 في تقرير من أنه تسهيل إنتاج ونقل المخدرات من المغرب يساهم بدرجة كبيرة وبقوة في تمويل التنظيمات الإرهابية وبعثها من جديد.